زي ما انتم شايفين احنا فقدنا السيطرة وهجموا على العربية زي ما انتم شايفين، ما قدرناش نعمل حاجة. اخر مخيم هو افقر مخيم، وزي ما انتم شايفين هي دي الشعوب اللي اتشردت، هي دي الشعوب اللي اتقسمت، هي دي الشعوب اللي ضيعت نفسها بالفتنة. هو ده مصير الناس لما بلدهم تضيع ووطنهم يضيع. سابوا عيالهم في الارض يعيطوا وجريوا ورا الهدوم من كتر الحرمان، داسوا على بعض وضربوا بعض عشان ياخدوا الهدوم. لسه بيضربوا بعض، لسه بيضربوا بعض، ونبطل يضحك علينا باسم الدين. شفتوا يعني ايه حد يتشرد، شفتوا يعني ايه حد يبقى عايش في عدم ومحتاج اي حاجه، شفتوا ان ممكن الواحد يتعدى التقاليد والاخلاق وكل حاجه عشان محتاج او ما بقاش عنده حاجه. الشعب السوري ما بقاش عنده حاجه، ما بقاش عنده ولا ارض ولا بيت ولا مستقبل ولا شغل ولا اي حاجه. قد ايه احنا شعب راقي مؤدب واخلاقه عاليه طيب، قد ايه احنا قمنا بمصر، قد ايه احنا انقذنا مصر، احنا مش اي حد تاني، احنا الشعب المصري بس اللي انقذ مصر. والسؤال بيعيد نفسه، هل احنا لو كنا استنينا وشلنا الرئيس بطريقه قانونيه وكان ده مطلب شعبي من غير الفوضى اللي حصلت والانفلات الامني، كان زمانه هيبقى احسن كتير؟ ولا الثوره اللي اتعملت فعلا غيرت ومساوئها اكتر، ولا احنا فعلا كسبنا من وراها؟ بس برضو بحب اشكر القوات المسلحه على ادب. جاهزين؟ يلا 3 2 1 تصوير اكشن. تعال هجوم اكيد. شفتوا اخذ المساعدات ازاي قتلوا بعضهم، ضربوا بعضهم. لا، طريقة جديدة جدا لتصبح اعلاميا ناجح، لتصبح انسانا عظيما. كيف اساعد الناس واصبح اعلاميا قويا؟ ما علينا سوى ان ناتي ببعض الفواكه والخضار واللباس ونعطيهم لناس فقراء نقول لهم اهجموا على بعض، اضربوا بعض، صوروا اكشن 3 6 2 7 هيك. يعني يا انسانه محترمه، انت بدك انه تكسب انه العالم تقول لك يا ازاي انت متعاطفه. الله، ايه العطفه ده، ايه الحنان، ايه لا. اول شيء يا حماره، عفوا لكلمه حماره، يعني انت ما بتمثلي الشعب المصري ولا بتمثلي اي اعلامي ثاني، لانه معروف لما واحد بده يوزع صدقه او بده يعطي شيء بخبي ايده اليمين مشان ما تشوفها ايده اليسار. بقى من وين جيتي بهالاسلوب؟ هجموا على بعض وضربوا بعض بكل المقطع، ما في لا هجموا على بعض ولا ضربوا على بعض. واخر الفيديو انت قلتي انا بشكر الجيش المصري والقوات الخاصه والمسلحه والصواريخ والاربجيهات، وبشكر اللي ضرب الشعب، وبشكر اللي يعني شو دخل مساعدات بالجيش، وشو دخل يعني انت بدك تروجي لشيء، بس ما بعرف شلون. يعني انت شو عم تروجي؟ ما بعرف. يعني قولي عندنا صاروخ سكود عايزين نبيعه، اللي عايز يشتري اهلا وسهلا. شو دخل هالموضوع بهذا الموضوع؟ مثل ما قلت لك انت ما بتمثلي غير حالك وما بتمثلي حدا ثاني. حبيت نوه عليكي بهالفكره لانه حتى شعب مصر ما يرضى الاهانه اللي انت عملتيها. اول شيء لك في عندكم ببلدكم نسبه كبيره فيك تساعديهم، ساعدي اولاد بلدك بعدين ساعدي اولاد الغريب، لانه نحن ما لنا لاجئين جوع او فقر او شيء، نحن لاجئين حرب. نحن طلعنا من سوريا لاننا لاجئين حرب فقط لا غير. وفيك مثل ما قلت لك عندك نسبه كبيره ببلدك فيك تساعديهم، يا من بتمثلي حالك وبس. وبحب اهديكي شغله يلا انقلعي عن خشمك.